أذكر شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي ذكر لنا ذات يوم يعني كان هناك اختبار نهائي في مادة ما، وكان هذا الطالب متفوق جدا وباحث ومهتم، وكان هناك طالب كسول، فقال له يا أخي أنت بحثت واجتهدت، فهل ممكن تعطيني بعض هذه البحوث أطلع عليها وأقرأها، لأني بصراحة أنا لم ألخص شيئا وأمامي الاختبار. فالطالب نهاه وقال له أنت كنت تهمل وأنا كنت أكتب وكنت أجتهد، فلن أعطيك شيئا، لن أعطيك شيئا. فسبحان الله انكسر أخوه الطالب وذهب. فيقول الشيخ محمد المختار لما جينا في الاختبار فإذا بالأخ المجتهد قد نام عن الاختبار وذهب من الوقت 45 دقيقة أو أكثر، فجاء وجهه فزع ووجهه مورم من النوم، ودخل على القاعة أخذتني نوم اسمحوا لي، فرفضوا أن يدخلوه. يقول الشيخ فتذكرت أن هذه عقوبة نزلت عليه لأنه منع أخاه من إعطائه بحث.